من أجل منع الهجرة الخارجية. المغرب في وقت من الأوقات كانت علاقته جد متوترة مع بعض الدول، مما استوجب منه أنه ما دام أنتم تعادون المملكة المغربية فنحن أيضا سنطلقه سبهللة. هذه كتسمى محاولة ضغط، وما كانوش الأفارقة، كان حتى المغاربة ديالنا. يعني مسألة دبلوماسية سياسية. قضية رشوة البرلمانيين حبيبي اللي انت كتهضر عليها كانت حتى دابا. إذا كنت بابا ومولاي جبت لي دليل واحد بأن المغاربة رشوا البرلمانيين كما تدعي، إذا كنت فعلا بابا. هذا فيما يخص نقاط اللي ذكرتي. دابا انت جاوبني على اللي غنقول لك. غريب أن الجزائري يتحدث عن جسارة البلدان وهو جزائري. أنا والله أستغرب. لو ولدت جزائريا لاختشيت أن أقول شيئا عن دبلوماسية العالم. والدليل: كيف لرئيسي أن يذهب لقمة G7 وأن يلتقي برئيس دولة استعمارية سابقة ما زال يحتفظ برفات لشهداء نحن كلنا في الجزائر بإعلامنا ونظامنا وصغارنا وكبارنا نصيح تحيا الشهداء تحيا الشهداء في مباريات كرة القدم، المسلسلات، الأفلام، دائما وأبدا تحيا الشهداء. رئيسنا ذهب إلى قمة G7 وتناساهم، بل وتناسى الجرائم الوحشية التي قام بها المستعمر، وتناسى التجارب النووية. والغريب في الأمر أنه تناسى أنه يوجد مقبرة لنفايات التجارب النووية في فرنسا إلى اليوم لا تريد أن تعطي أماكنها للجزائر. ورئيسي ذهب والتقى معه وقبله من هنا ومن هنا واشترك معه الحديث وكل شيء. بالعكس، بل أكد مدى عمق العلاقات الفرنسية، في دلالة واضحة على أن الرئيس عبد المجيد تبون لا يهمه لا جزائر ولا شهداء ولا أرض جزائرية ولا طهارة ولا شيء. ما يهمه هو مصالحه. واحد. جوج، تكلمت على الدناءة. قبيلة قلتي بأنهم ما كاينش عدالة في هذه المجتمعات هذو. نعم، لا توجد عدالة. كيف لنا أن نرى الرئيس عبد المجيد تبون قبل شهر يذهب إلى روسيا ويتحدث معه عن عمق العلاقات الجزائرية الروسية، ويجلس معه في الطاولة ويتحدث على أن روسيا ساعدتكم، وبعدها بأشهر قليلة يذهب إلى روما ويلتقي في قمة G7 من أجل تزويد القارة الأوروبية بالغاز الذي يعتبر وسيلة ضغط لروسيا، في خيانة كاملة الأركان لروسيا الحليفة. ولو أنه كان انتر على عدم قبولكم للبريكس. إذا أستاذي العزيز، انت جينا، أنا ما بغيتش نتعمق معك في الدبلوماسيات كاملين، نعطيك هاد النقاط هادو خفافين وصغارين باش ما نزيدش نتشرع معك. النقطة الأخيرة اللي باغي نتكلم معك: رئيسك المبجل في نفاق سياسي قبل توليه السلطة خرج من داخل قسنطينة وقال: أقسم بالله الجميع أنصت بإمعان على ماذا يقسم هذا الرئيس الجسور. فسمعنا أنه يريد حل الحدود من أجل إدخال وزراعة 3 مستشفيات. ما فهمتش عن المستشفيات كيفاش غيتصرا. المهم وعدهم بزراعة 3 مستشفيات أو إنشاء 3 مستشفيات. في زيارته إلى مصر لم يتطرق للموضوع ونسي وتناسى وعده للشعب الجزائري ووعده للأمة الفلسطينية. إذا كان هناك نفاق أستاذي العزيز فالنفاق اليوم هو هذا. النفاق هو اليوم في الاستعراض العسكري، والذي دعت إليه الدولة الجزائرية من أجل رؤية جسارة الجيش الديمقراطي الشعبي الجزائري. ولم يكن هناك تصريح واحد يدين إسرائيل بطريقة مباشرة بتهديد جزائري. في مرة لم نستمع لكم، لم نسمع لكم صوتا، وتجي دابا وتقول لي إن إخواننا الفلسطينيين يتآمرون عليهم. أكبر واحد يتآمر عليهم هو رئيسك الذي خذل شعبه وخذل سكان غزة، والمساكين ينتظرون إلى الآن 3 مستشفيات، لأن الرئيس وعد، ومن وعد وفى.
ورئيسك لم يفي إلى غاية الآن رغم أنه كان في القاهرة قبل أيام ولم يتطرق للحديث عن هذا. فأستاذي العزيز جاوبنا على النقاط، بدلينا من ماكرون ما يكبر. تفضل. اولا تذكرت جيسات، ولما تذكر لقاء نتاع جيسات لازم تذكر السياق الزمني، لانه العامل متغيرات اللي صارت ما بين لقائه في جيسات والاخر مره اللي في خطاب الرئيس عبد المجيد تبون مع الصحافه قال أنه لن يذهب إلى كانوسا، وكانت هناك زيارة مرتقبة لماكرون في الجزائر ولا زيارة مرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا، فألغيت هذه يعني الزيارات بين البلدين وتوترت الأمور. وسي عبد المجيد في تدخله قال أنه العلاقات بين الجزائر ولا فرنسا لازم تكون على فترة المغربية الصحراء. خرج هذا. أنا أسألك قبل، لأن فرنسا قبل كانت فرنسا جميلة، ورئيسك حينما تحدث عنها تحدث عن فرنسا. أخي خليني نهضر خويا، خليني نهضر الله يحفظك. لا تحور الموضوع. حورت الموضوع. أنت على فرنسا الجميلة، أنا لم أتكلم لك على فرنسا الخبيثة، أنا تحدثت لك عن فرنسا أيام ما كانت فرنسا جميلة، ورئيسك وعد بالذهاب إلى فرنسا لزيارتها في قمة الجنوب. كانت فرنسا جميلة، تحدث لنا عن فرنسا الجميلة. تفضل. أنا أشوف، أنا أتفهمك لأنك أنت تريد أن تسمع الجواب الذي يعني يعجبك. فقط أجبني على هذه النقطة. أنا أعطيتك كيف رئيسك التقى ولم يتطرق إلى تلك المواضيع التي تؤدي الشعب الجزائري وتؤدي الضمير الجزائري والشهداء الجزائريين والتاريخ الجزائري والأرض الجزائرية؟ لماذا لم يتحدث عنها حينها؟ لماذا قبله واستقبله بحفاوة وتحدثها وتمشيها وكذا، واليوم أصبحت فرنسا خبيثة؟ هل هذا معناه أن نظامك منافق؟ وينقلب حينما تكون هناك قضية حول الصحراء الغربية بينما لم ينقلب على النفايات النووية الموجودة في الجزائر. معناه أن رئيسك أستاذ العزيز بس ماكرون بلنا وخا الأرض ديالو مزروعة بالنفايات النووية وقاطعها وقاطع الذهاب إليها. أخي أنت تمارس ديكتاتور. المواطن الصحراوي أعز منك. تفضل. المواطن الصحراوي أعز منك وأفضل قيمة منك بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون. تفضل. على كل حال هذه الطريقة هذه اللي تستعملها ان شاء الله ما هربتلاش. واش انت لافوكا نتاعي نهضر مع هذا تجي انت يهضر هو تجي خليونا نهضروا من فضلكم. يعني فلتتسع عندكم فلتكن لديكم رحابة الصدر. انا غنشوفك واش غتجاوب على شي حاجه من اللي قلت. تفضل. الجيسات ليست زيارة بين بلدين. جيسات لما هو تكتل دولي يضم مجموعة دول. لما انت تروح كجزائر ما راكش رايح لعند فرنسا ولا رايح عند اكس ولا ايكغيك، راك رايح لتكتل. وقلت لك انه لما تتكلم على زيارات ولا علاقات لازم تعطيها اطارها الزمني. بعدين اللقاء تاع جيسات توترت العلاقات، وقلت لك كانت هناك زيارة بين البلدين تأجلت. سي عبد المجيد خرج بتصريح وقال انه العلاقات لازم تكون رابح، واتخذنا بعض الاجراءات. احنا كجزائر اتخذنا بعض الاجراءات. بسبب ماذا تزيرت العلاقات؟ بسبب ماذا؟ انا يعني تضارب في المصالح. لا حبيبي، كاذب. الدبلوماسية الجزائرية خرجت بيان. أنا لما نعطيك إجابة أنت تشكك في الإجابة. لا أنك أنت كتقول لنا شي حوايج واش حنا لك عايشين في زحل ولا العالم صغير العالم قرية. مجموعة من المغالطات. أنا خليتك باسكو أنا قلت لك ثاني القضايا هذوك نتاع المغالطات. وقفوا ولا دار مغالطات، وقفوا بابا ولا دار مغالطات، وقفوا. راه كيهضر على بلادك. أنا قلت له الدبلوماسية الجزائرية ببيان حينما أقر
ماكرون بمغربية الصحراء، صحيح ولا خطأ؟ مجموعة. شوف التوتر اللي حاصل بين الجزائر وفرنسا هو ملف الذاكرة. أنا ما خرجش رئيس وقال أنه ما يمكنش لم شوف. ما يمكنش حبيبي. وانت دابا بحال كترجعنا دراري صغار صاحبي، والله الا حشوم عليك. هادي حاجة لله. أنا ما رجعنا دراري صغار. شوف صغير حاجة لي. صغير هذيك حاجة تبقى لك ليك يا أستاذي العزيز. وزارة الخارجية أصدرت بيان وعطى فقرة البيان في مؤتمر رسمي، وقالت بأنه وفقا لهذا الاعتراف فإن الجزائر ستسحب سفيرها. كان من بين هذه الأسباب توتر العلاقات بخصوص تغيير موقف، بما أنه هذا الشيء، هذه القضية هذه راه في منطقة الشمال الإفريقي كان هناك تغيير في الموقف بشكل مفاجئ من طرف فرنسا. على فكرة حتى فرنسا كانت تمارس فرنسا التي تبجلها، كانت طيلة عقود من الزمن تمارس نوع من الابتزاز، تذهب يمينا وشمال بين الجزائر والمغرب. فهذا الشيء هذا ماشي غريب علينا. فقلت لك أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا عرفت مجموعة من المشاكل وكل شيء، فألغيت زيارة بين البلدين. ونروح للتعقيب الثاني لأنه فيما يخص زراعة مستشفيات. فهناك مستشفيات ميدانية في حالة الحرب تكون هناك ما لاحظتيش بانك ما هضرتيش على النفايات اللي تكلمت لك عليها في شوف الشيخ جمجم اهلا. شوف الياس هو غيجاوب على كل شيء. انا اعطيني واحد دقيقه، انا معكم، انا كنتصنت لكم المايك، انا معكم. بابا عمو تفضلي. عرفتي دابا شنو غادي نديرو باش نكسروها؟ هاكو ما فيه حزاره، كتعرف داك المثال هاكا عطيني مزيانه. تفضلي. برافو عليك. فرنسا الرئيس عبد المجيد تبون هو اللي رفض او لا حبس الزياره ديالو لفرنسا، او لا كانت من قصر الاليزي؟ هذه اول حاجه قلتيها. بعدا نبداو من الاخر ونمشيو للاول. من الذي الغى الزياره؟ قلت كانت قيل انا لو الزياره بين البلدين الغيت. لماذا؟ فرنسا والجزائر ما على باليش. خلافات بين البلدين موجوده. هل الغاء الزياره كان بسبب المشاكل او الازمه بين الدولتين؟ بسبب خلاف بين البلدين، تضارب في المصالح. علاش خاطئ؟ واش هذا صحيح وخاطئ؟ انا في القسم مدروك خاطئ. لانه لا اسمح لي، حنايا هنا كنعطيو حقائق، وانت هنا ما يمكنش تدوخ على الشعب الجزائري اللي معاك هنا. معاك اصناف من الجزائريين اليوم في اللايف كيسمعوا لك انت كتمثلهم، بغيتي ولا كرهتي. ما كتمثلش راسك. نفسي اختناني هذيك نفسك سير ديرها في لايف جزائري. هنا نتايا وسط المملكه المغربيه، انت هنا في المغرب. حنا ما عندناش اللي كيمثل نفسه، حنا ما كنتكلموش على سكنجبير، حنا كنتكلموا على قضايا تهم الشعوب. اذا انت هنا ماشي كتكلم كيف ما بغات لك نفسك، يا اما تكون عندك حقيقه دامغه يا اما ما تهدرش. الزياره اللي كانت الغيت ليس بسبب الازمه. اصلا انتم وفرنسا ليس لديكم ازمه، بل لديكم سحب السفير، ارجاع السفير، سحب السفير، اعاده السفير. خليني من هذا الشيء كامل. ما سبب الغاء الزياره؟ يا الاخت قلت لك خلافات بين البلدين ففي مواقع. نجيب انت واش انا اليوم شوف، انا اليوم نقول لك اسمع بابا، انا نقول لك واحد جوج كلمات. انا ماشي هي الياس، باش نكون معك صريحه. الياس كيعطيكم شويه الخاطر. اسمعني يا بابا، عارف ما عارفش هو معنا نجيب غيحلينا وغيورينا سبب الغاء الزياره باش انت تستافد. انت جاي عند الملكه والياس خصك تتعلم، ما يمكنش تهبط منا خاوي، طلع خاوي تهبط خاوي امبوسي. واش نتعلم واش كي باغيه انت؟ هذا ماشي هوا. ماشي انا اللي كنقول،
شوف نتوما تحبوا تسمعوا الاهواء نتاعكم، قادر الا عجباتك الاجابه نتاعي راح تتقبليها، الا ما عجباتكش ما تقبليهاش. عمو اجابتك راه على دليل، عندك دليل ارى لي، ارى نقرا بان سبب الغاء الزياره ديال تبون الى فرنسا هي انه كانت هناك ازمه. ارى فين نعطيها لك؟ نخرج نعاود ندخل ولا واش ما هاد عطينا شنو نكتبوا. نجيب حداك البيستي محلول ياك نجيب. هذه وهذا منا. انا قلت خلافات بين البلدين. لا تسمع نجيب. وجدت جايبني انا. لا تسمع نجيب. لا تصبر اخويا الحسن. انا راح حلو دابا الا بغا. شنو يكتب؟ حنا هنا معنا 1.3 كا جالسين مضيعين وقتهم على قبل باش نبقى انا نقول لي عجبني وانت تقول لي عجبك. يلا انت انتوما كيما تعجبكمش الاجابه ما تقبلوهاش. ارى دليل على اجابتك. انت شكون انت؟ من انت باش نتيخك انا؟ ارى دليل على اجابتك. اجابتك الغاء الزياره كان بسبب المشاكل والازمه. اعرف فين نقراها. بصح انت فين كي باغيه توصلي؟ انا قلت خلافات والغيات ماشي بمزاجك انت، ماشي اللي قال لك الطنطو ديال مخك هو تقول لي خلافات صافي اذا خلافات. فين باغيه توصلي؟ فين زعما هاودي الغيات الزياره على واش في ميسك على خير؟ باغا نعرف هل الغيت الزياره بسبب الازمه او بسبب شيء اخر باش ندوزو للحاجه الثانيه. نجيب حل لي كمان. النتيجه الغيت الزياره. علاش؟ لماذا تم الغاء الزياره؟ لان هناك فرق بين ان هناك ازمه بسببها تم الغاء الزياره او لا بسبب ماذا؟ بسبب ان هناك اجنده ان الاجنده الفرنسيه لا توالم تلك الزياره. واحد يتفضل بالك الاخ منا هذاك اللي كان هنا يكتب. قول لي سبب الغاء زياره تبون لفرنسا. مزيان سير. كتب الرئيس هذا ماشي يكتب السيد الرئيس ولا الرئيس، ما هذا ماشي تبون، هذا ماشي عادي ما كاينش مشكل. راه غير جوجل هذا خويا العزيز غادي يعرفوا رئيس، هو غادي يعرفوا رئيس. خلي الجزيره هذا لا سملا على راه يهضر هذا درو. اسمع انت سيدي هذه في الجزيره فين بغيتي نمشي لك؟ تبوني والجزيرات ولا فرنسا؟ الجزيره راه محايده، جزيره قطريه دخل لها. شوفوا شنو كتبوا على الموضوع. انت شوفوا تاع اليد في اليد تاعني الحب الجزائر. كتبت الجزيرة كتقراو الخوت. يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد انتقلت في الفترة الأخيرة من مرحلة التوتر المصحوب بجهود تقارب التي ميزتها في السنوات الأخيرة إلى مرحلة التأزم العلني. وكشفت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن عمق الأزمة، خاصة بعدما أكد أن زيارته إلى فرنسا مستبعدة في الوقت الراهن، باستعمال العبارة التاريخية المعروفة لن أذهب إلى كانوسا، إضافة إلى حديثه عن بعض الأطراف الفرنسية الحاقدة على الجزائر والتي باتت تؤثر على قرارات الإليزي. ويستخدم هنا شنو كاين؟ هنا كاين بان قرارات الإليزي مقارنه مع عبد المجيد تبون والجزائر فهي مزيانه، ولكن هناك اطراف حاقده من فرنسا تؤثر على الإليزي. كمل. كتفهم بابا هذا الشيء ولا نشرحه؟ كمل لي يا نجيب. ويستخدم تعبير الذهاب إلى كانوسا في الكناية عن رفض الخضوع وطلب المغفرة، ويشير إلى الإجراء الذي أجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع في القرن ال11 عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحرمان الكنسي عنه. هي دوكا هذا واش قال كاين خلافات. لا قال لك العلاقه بينك وبين قصر الإليزي. دقيقه قال لك العلاقه يا ربي يا خطينا. قال لك العلاقه بين قصر الإليزي وتبون هي جميله جدا، ولكن هناك بعض الاطراف الحاقده على الجزائر من فرنسا تؤثر على الإليزي.
قلت لك هذا خلافات بين البلدين. دقيقه مازال ما كملناش، دقيقه سير كمل. مازال ما لقيتيش خليه يكمل، روابط قويه زيد. تقلبيني عارف. ايوا خليني نكمل ملي عرفني علاش كنقلب. شنو ناخذوا؟ بسم الله الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقولوش بسم الله الرحمن الرحيم ولا شنو؟ كمل. ورغم أن تبون قال خلال لقائه الدوري الأول منذ انتخابه لعهدة رئاسية جديدة مع ممثلي الصحافة، انسحب سفير الجزائر في باريس نهاية يوليو تموز الماضي. إن سحب سفير الجزائر في باريس نهاية يوليو تموز الماضي لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة. الحمد لله. كمل. فإنه جدد التأكيد على أن الجزائر لن تقبل الإهانة. هبط لتحت شوف لي الإهانة. وكان تبون قد تسلم رسالة لم يعلن عن فحواها من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية عهدته الثانية خلال استقباله آن كلير لوجوندر المبعوثة الخاصة ومستشارة ماكرون لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها أول مسؤولة فرنسية تستقبل في الرئاسة الجزائرية منذ أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية قضية الصحراء الغربية. يا جدك يلاش. دابا واش نتوما التوتر ديالكم مع فرنسا كان من أجل الإهانة ديالكم وأنه سبكم ماكرون وأنه اخترق السيادة الجزائرية وخرج أميرة بوراوي، مع العلم أنكم انتوما ما كنتوش قابلين، وكذلك قال لكم الزوجة ديالو كبر منكم انتوما في السنوات ديال التأسيس ديالكم، وأنكم لا هبة لا وزن لا قوة لا تشويش. ما قالش هكا، ما قالش هكا. زيدي كملي صح. زيد نجبدها لك. شوف أنا أي حاجة عندي بالدليل، أنا ننصحك باش ما نزيدوش نتشوهوا كيف ما تشوهتي دابا. يسير معايا. تشوهات. انا قلت الخلافات بين البلدين. واش بين هي الخلافات؟ خلافات إثر ماذا؟ إثر ماذا؟ إثر الاعتراف بمغربية الصحراء. قال لك كاين إنلات، كاين رسالة لم يعلن. الرسالة بماذا؟ عاود حل لي أنا. تضمنت تغيير موقف باريس من قضية الصحراء. هم بعد هذه مشكلة. إذا الخلاف ديالك أنت في الصحراء الغربية، ماشي الخلاف ديالك أنت يا الناس بكم وهانكم. الخلافات من بينها قضية الصحراء. علاش طول فيها؟ انا قلت خلافات بقى خلافات على ماذا؟ انت ما دخلوك بالصحراء، ما دخلوك انت ما تأزمتيش حتى على الجثث الموجوده اليوم في باريس وكتأزم على الصحراء الغربيه. ما دخلي انا هذه منطقه تاعنا كاع. هذه منطقه فين هي منطقه تاعكم؟ فين هي منطقه تاعكم فين هي؟ هاد اللاجئين فين كاينين؟ في الجزائر. وانا مالي ومال اللاجئين اخويا؟ انت نهار الاول هزيت يوم هز القلب وسكت بصحتك وراحتك. انا مالي. ما تقولي لي سخاطيك. هذا انت ما دخلوك في الصحراء. انت عضو، واش انت عضو مراقب ولا طرف في النزاع؟ انا ماشي طرف النزاع، ولكن هذه منطقه خاصنا. هذه منطقه سوق راسك صاحبي. اذا دخل سوق راسك، شد قلبك وزمر عنقو وقول لي صافي الحمد لله على ما ابتلانا به الله وسد. الخلافات هذه ضمن خلافات إثر ماذا؟ شوف قسما يمين الرحمن من دوزة. خلافات إثر ماذا؟ هل جاءت الأزمة إثر الاعتراف الرسمي الفرنسي بمغربية الصحراء، أم لأنهم أهانكم أنتم كدولة وقال لم تكونوا دولة أصلا وأسستكم فرنسا؟ هي مجموعة من الخلافات اللي من بينها تغيير موقف باريس من القضية. إذا أنت صبرتي على فرنسا في الإهانة والذل والمهانة والبخس والرخص. ديكلاراسيون تاع هذا، ما ديكلاراسيون تاع بريزيدون هذا كما قال اللي فيه يكفيه. ديكلاراسيون ديال البريزيدون خلاتك انت تأزم مع فرنسا. كاين مجموعة من تشوف كاين تضارب. ما كيهمنيش مجموعة. متى سحبت السفير؟ إثر ماذا سحبت السفير؟ سحبت إثر السب والشتم الشعب الجزائري ولا من أجل البوليزاريو؟ اسمع نقول لك واحد جوج كلمات، عندك جوج لصالحين. هل سحبت سفيرك من أجل الاعتراف الرسمي؟ ما تزعفيش بالك تزقي ما تزقيش لايح. هل سحب السفير جاء إثر الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء، أم جاء من أجل إهانة وسب الشعب الجزائري؟ مجموعة من التراكمات ادت لي خلافات. سحب السفير متى أهانكم ماكرون؟ في أي سنة؟ مجموعة من الخلافات. ما باش تسمعي واش باغي انت. انا ما نقولكش ما تقولش لي لانك عارف راسك غتبان رخيصه صاحبي. هي اللي قلت الشعب الجزائري وصلوا. اسمع بابا. احترامي
الشعب الجزائري، انا كنحترمك، الشعب الجزائري اللي تحت وصلوا الخبار ما وماشي تكونيش ما مرشاسيه وتسمعي واش راكي باغي انت. انا نقول لك انا باغا نسمع غير الحقيقه. متى اهانكم ماكرون؟ في اي سنه؟ لا اله الا الله. في اي سنه اهانكم ماكرون؟ هذا سؤال محتاج جواب. علاش سديتي المايك؟ سديت لك المايك انا؟ سديت لك المايك الياس؟ علاش سديتي المايك؟ نعم. متى اهانكم ماكرون؟ في اي سنه؟ كيفاش اهاننا ماكرون؟ كيفاش؟ متى قلل منكم ماكرون ملي طلعتوا نتوما وهضرتوا عليه؟ متى؟ يا ماكرون كذب ودار كذب. مغالطات. متى كذب ماكرون في تاريخكم؟ الاخت انا نقول لك تم قطع العلاقات ببناء متى تم؟ انا سؤالي راه عاد كتبان ضعيف قدامك. هذا نقاش بيزنطي. هذا نقاش كتبان ضعيف. بيزنطي. انت اللي رديتي بيزنطي لانك تهربوا من الجواب. لانك تريدين ان لا ماشي انا اللي باغا نسمع، الناس اللي تحت اللي باغيين يسمعوا الحقيقه. واذا كنت جزائري فحل كنت تقرب الحقيقه، لان الحقيقه ماذا تقول؟ انك انتم كشعب جزائري سوقكم ما كيهمش النظام ديالكم، انتم رخاص بالنسبه للنظام ديالكم، ولكن عندما يتعلق الامر بالبوليزاريو يسحب السفير الجزائري من فرنسا وتشدد وتندد وتبكي الجزائر في البيان الرسمي اللي خرجته من الوزاره الخارجيه الجزائريه. هذا يعني بان البوليزاريو وسط بلادك احسن منك انت. بيت نرفزتي الاخت وخرجتي عن السياق. لا شوف انا هكا انا حواراتي بحال هكا بلا ما تدخل لي انا ماشي تاع الصوت نتاعك تبدلت. لانني كنشوفك بارد والبوليزاريو احسن منك وسط بلادك. انا سمحيني منك وسط بلادك ما نقدرش نقول واش انت كي باغيه. هذا ماشي الا كنت كنكذب يلا دابا مسخني قدامهم، دابا نعتذر. انت رخيص في بلدك امام البوليزاريو، وسط بلادك يا جدك والبوليزاريو احسن منك. هذه مغالطات وهذا كاذب راكي تقول. ارى لي فينا هو الدليل. هذا الشيء هذا المفردات، هذه المفردات يعني لكي تستفزيني. هذه قسما يمين الرحمن وربي شاهد عليا احترمك، ولكن اعطيني المغالطات. اعطيني المغالطات المفردات وهذه اعطيني المغالطه. هذا اصل السؤال. متى اهانكم ماكرون؟ تهربتي منه. ما قال لي على العلاقات الجزائريه الفرنسيه. قلت له كانت خلافات لا تقر بها الجزيره تقر بان كان هناك سحب للسفير اثر الاعتراف الرسمي، لم يكن لانها اهانتكم. سالينا من بينها سحب التغيير. ما قالوش من بينها. هذه قلتي انت بوحدك. شوف بابا انا نقول لك هذا ليس قرآن منزل. هذا مقال. انا ما كي ارى لي انت دابا. شوف ارى لي انت دابا لماذا انت ارى لي انا نقول للاخت انه مجموعه من الا تسمحي لي نقول لك الاخت باسكو بالك تجينا كي نقول لك الاخت. على كل حال لا بالعكس انت خويا. بالعكس لا. علاش انا نقول انه هذه تراكمات ولا تحصيل حاصل. وتراكمات صاحبي. واش سبكم في 2021 2022 وحتى 2024 هذه كلها تراكمات. ودابا دقيقه دابا شوف بالعقل. شوف انا راه ماشي عدوتك، انا راك نهضر بحال هكا لانه ما يمكنش. دابا دخلنا عليك هانك في 2022 وما استرجلتيش مشيت تسحب السفير، وملي اعترف في 2024 سحبت السفير. اذا هنايا بلغه العقل بلغه المنطق شكون اللي كيبان عنده القيمه في وسط الجزائر؟ واش انت كجزائري او البوليزاريو؟ شوفي ديكلاراسيون تاع ديالك تعاوديها اهانه. وانا ثاني المسؤولين في بلادي داروا بزاف ديكلاراسيون. اش داروا؟ باقي عندك اش داروا؟ اسكت اصاحبي. اش داروا؟ خلي داك الطاوناس. اش داروا دي ديكلاراسيون وتبون في الخطاب الرسمي ديال الصحافه الوطنيه قال لي ما نجاوبوش. إذا كان هذا تصريح سبياني وغير مسؤول من هذا الرئيس هذا فنحن نترفع. تبقى تقولي لي هانك وإذا كنت راجل. هذه الأساليب هذه أختي ما ديريهاش معايا. أنا كنت كنقول لك ترجل ماشي أنت كنقول النظام الجزائري.
هذا الشيء هذا هذه من هضره تاع الزنقه هذه. اذا كان ديك لا من اخويا كيفاش هضره ديال الزنقه؟ انا محترمك، انا اتكلم بالمفردات الصحيحه، لان واحد دلك راه خاصك ترجل معاه وتسحب السفير. هذا اذا كان هذا الرئيس تحتك خويا، اذا كان هذا الرئيس غير مسؤول وقدم شكون هو اللي غير مسؤول؟ تبون ولا بوتين ولا ماكرون؟ هذا ما اذا كان قدم تصريحات مراهقه ما غير مؤسسه هذا تعود عليه، هو جهله في التاريخ يعود له. جميل بابا. انايا جميل بابا. دقيقه انا غادي نسد الله يكون شكلي معاك. لا هذه نقطه مهمه. الا كان مثلا ماكرون التصريحات ديالو صبيانيه ياك، وما زعما ما كتحدش على الاخلاق، ما هو الرد الجزائري على ذلك؟ تم اجراءات ومنها سحب السفير حتى 2024. هانك في 2022. انا قلت لك مجموعه من ما هانيش، ما تستعمليش هذه الكلمه هذه يا اختي الله يرضي عليك. والله اخويا تهانك، واش واحد قال لك ما عندكش تاريخ؟ نحن من اسسناك زوجتي اكبر منك. هذا اللي تبقى له ليه، هو ماشي عندي انا الحمد لله معروف تاريخ معروف. انا قلت لك انا مجموعه من التراكمات. انا كنظن الياس بانني الا بقيت كنحاور بابا الا بقيت اسمحي لي، ما انت ما لقيتيش واش كيبان لي قانون اللي كنقول لك. السلام عليكم. انا ثانيكم قال ام داون حاجه اللي نشكركم عليها وزعما ونتحيكم اللي عطيتوني لي سباس، زعما هذه لكم. مرحبا. هذا هو الشيء اللي مرحبا. الله يكون ان شاء الله واحد دقيقه الحسين، واحد دقيقه نشوفوا هذا نجيب هذا بين انسان ود عائله ونسمع له خويا نقعد على خاطر. الله يحفظك سي حسين، الله يحفظك. غير هو صراحه انا كان عندي سؤال على الموضوع اللي بدأت اتكلم معك فيه الياس. هو الاتي. دابا حنا كنعرفوا الجزائر الرسميه الموقف ديالها من تجاه قضيه الصحراء المغربيه في المحافل الدوليه ياك. علاش ممثل الجزائر في مجلس الامن ما جلش وصوت ضد القرار ديال مجلس الامن اليوم؟ انا راه باقي عندي اليوم، انتم عندكم البارح. والله ما عندي معلومات علاش انسحب، ما عنديش عارف. زعما ما عندك حتى شي تحليل سياسي لهذه المساله هذه؟ ما واش نقول لك، ما اللي ما تعرفها الجهل. انا ما والله ما على بالي، ما نكذب على خويا، ما نقدرش نقول لك هذا الشيء. إذا عندك تصور قول لي ماذا بك. إذا عندك تصور موضوعي تشوفه هو هذاك ماذا بك تقول لي. المغرب كان حاضر في الجلسه ولا ما كانش حاضر؟ ما كانش حاضر. المغرب ما كاينش في مجلس الامن. السويد اليوم كان لصالح السياسه الخارجيه المغربيه ولا ضدها؟ كان لصالح السياسه. اذا المغرب بواحد الريموت، واحد شنو هي الريموت ديك اش كيقولها بالفرنسي هذيك يعني المغرب كان مورا في التيليكوموند وقدر انه يتحكم في الجلسه عن بعد. تخطيط ربما كان هناك تخطيط ولا بمعنى انا نعطيك واحد الصوره كتشبه اللي طرا اليوم شنو طرا ان المغرب لبس الامريكان ولبس فرنسا ولبس انجلترا والدول العظمى ولبسهم توني ديال بركان بالخريطه الكامله ديال المغرب. فهذا اضطر اللاعب الجزائري في مجلس الامن انه ينسحب كما انسحبت من المولوديه ولا الفريق الجزائري من اللقاء ديال بركان. تعقل على الحادثه ديال بركان؟ نعم راه نفس الصوره تقريبا كتعاود اليوم، نفس الضوئيه، غير هي هذيك في الرياضه وهذه في السياسه. ممكن انا شو قلت لك يا صحيح. السلام عليكم. صحيح السلام عليكم.